تقبل الله أعمالكم سادتي. إلى الفرات يمم وجهه بحثا عن سر الحياة. من البصرة المتسابق حسن القطراني. بما أني أصغر متسابق من فئة الشباب، صراحة كانت المنافسة جدا جدا صعبة، فبذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق شيء، وهو إرضاء الإمام الحسين أولاً وإرضاء لجنة التحكيم. والمنافسة جدا يعني صراحة صعبة، وجود الخبرة اللي موجودة من الرواديد الشباب اللي موجودين الأكبر من عندي عمراً، فالحمد لله بأنه هذا شيء جدا جدا كبير بأنه وصلت لهذه المرحلة. طبعاً استفاديت من جميع المراحل اللي خضتها أني صراحة، بأنه الخبرة اللي موجودة عند الرواديد، خبرة لجنة التحكيم، استفاديت من النصائح اللي قدموها إلي، استفاديت من هواي شغلات، فالحمد لله والشكر أشكر الإمام الحسين على هذه المهمة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا. قالوا نعم. قالوا هو العباس فوق مطهم. نعم. من طوله خط التراب برجله. يا الله يا الله. لملام يقول إن حصباء الثرى. يا الله. لم لا نعم نعم. يقولون يا الله. إن حصباء الثرى تعلو عسايا تحظى متناله. الفرات يخاطب أبا الفضل العباس عليه السلام ويقول له: لا أدري. شلون؟ لا أدري. زين. من الذي يدعونه سر الحياة؟ الله. لا أدري. أنا الفرات أم ترى أنت الفرات؟ الله. أم ترى أنا سيد الماء. أنا الفرات أم ترى أنت الفرات. زين. لا أدري. زين. من الذي يدعونه سر الحياة. سر الحياة. سر الحياة. لا أدري. أنا الفرات أم ترى أنت الفرات. يا سيد الماء الذي يجري، النهر هل يروى من النهر؟ الله. يا سيد الماء الذي يجري، النهر هل يروى من النهر؟ لا أدري. لا أدري. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أدري من الذي يدعونه سر الحياة. لا
أم ترى أنت الفرات لا أدري من الذي يدعونه سر الحياة لا أدري الله أكبر الفرات أم ترى أنت الفرات يا سيد الماء الذي يجري النهر هل يروى من النهر يا سيد الماء الذي يجري النهر هل يروى من النهر لا أدري يوم العطش وقت الظهر شفتك نهار صاعد مهر يلجنك الماء يلجنك الماء يوم العصر وجروفي حقها تشتبه اثنيناتنا نفس الوجه نتشابه هواي نتشابه هواي خذني أسيرا سيدي وارجع إلى الخيام لزينب وصبرها عليهما السلام الله يا ما وجهي كربلاء قد امطرت سهام خوفي على النحر الذي لم يبلغ الفطام خوفي على النحر الذي لم يبلغ الفطام خذ عمري في قربة مرسومة فوق السحاب الله فوق السحاب خذ عمري واجعله لو ثانية عند الرباب إني أنا المحتاج ذو الفقر النهر هل يروى من نهري الله أدري كلمات الشاعر الأستاذ كرار حسين الكربلائي بارك الله بك الله أحسنت ما شاء الله أحسنت أنت وكرار ما شاء الله الله يحفظكم أحسنت اسمح لي بشيء واحد اعطيني ده ما أبد الا اقبلها والله اقبلها العقال يا حبيبي فدوا لك شو الابداع يا حبيبي 15 سنه موفق يا حبيبي موفق شيخ صاحب اسمع منك مولاي حبيبي ملا أحسنت كثيرا. أنا كل تعليق ما عندي، بس أقول هنيئا للبصرة بملا حسين ملا حسن. حبيبي شيخ إن شاء الله نشوفك من النجوم الصاعدة بخدمة سيد الشهداء سلام الله عليه. أبكيت الجميع، أنت رائع ومبدع. أبو عباس أسمع منك شيء فدوا أروح لك يا حبيبي. أنا لا أقوى على التعبير نهائيا. قد يظن البعض وأنا حقيقة أنا أتصور إذا يبقى هذا الموضوع فأنا
أنا أتجرد من قضية لا أنا لجنة تحكي رجاء ما عنده جرح لا يلتم المجروح. أنا صاحب خيام محترق أخي، مستحيل تجد شخص بعمره 15 سنة ويختار هاي الاختيارات ويؤدي هاي الاحتراق هذا يا ناس يا عالم عندنا طف. قد قال ذاك البعيد تبكون على شخص 1400 سنة. أنت تعال بي الحرارة مو بيك. ما عندي شيء أقول. نعم شيخ حسين مولاي. ولا حسن، طابت الأنفاس وطهرت. شوف، أنا أعتقد أن الرادود فارس في هذا الميدان، يقوم بعملين بطوليين. العمل الأول أن يعتصر القلوب، العمل الثاني أن يلوي عنق النغم. الله يا أبو زينب، وأنت هزئت بالنغم. اي والله. الله قلت له طوع عمري، النغم طوع عمرك. كيف أن عابس هزئ بالموت، أنت هزئت بهذا الأداء بالنغم. جمالك يعني بجمال هذه العطاءات الحسينية ثمرة اقتطفتها، دموع ووجع المستمعين إليك، وكذلك قلت لكل العالم أن هناك جمالا لا يدرك عمقه إلا من على هذا المنبر الشريف، وأن كل أداءات الدنيا الفنية هي متصاغرة ومنحنية على قاع العتبة الأولى لمنبر الحسين عليه السلام وعطاءاته. بارك الله فيك، أنت ممن نفتخر به ونعتز خلقا وأدبا وثقافة وأداء وروحا، وإن شاء الله بلا شك تكون وجيها بالحسين عليه السلام. أحسنتم أستاذنا أبو أحمد. حبيبي حسن، كل الاحترام كل الحب إلك إلى شاعر القصيدة، هذا الشاعر المبدع أخوي أبو كميل كرار حسين الكربلاء، هذا اللي يقول كل ما لديه هو من تراب أحذية زوار الحسين وأبي الفضل العباس. هذا اللي يتنفس النسيم من ضريح أبي الفضل العباس. لا عجب أن يكتب هيك ويكتب أجمل. هذا المسدد، وأنت أيضا موفق أنه اختاريت هذا الشاعر وهذا النص. شكرا لك يا حسن، وجيها بالحسين إن شاء الله. ملا قحطان، مئات الملايين من المشاهدات سواء كان بالشكل المباشر أو التسجيلات، حضوركم ككبار وحضور أساتذتنا الرواديد الكبار الآخرين خدام المنبر الحسيني وشعرائنا، و15 سنة. بس أريد هذا التعليق. أساس البرنامج يقول حج عماد خليناه وبنيناه حتى نحصل هاي الدمعة. أحسنت. فهنيئا لنا بكم. أشكر والدي على هذا الشيء. أولا تحياتي لوالدك. والدك حجي فلاح، والدك دير بالك عليه، دير بالك يوم من الأيام يصوتوا لك ويقولوا لك أنت وأنت ويصير عندك جمهور وكذا وتاليها تعوف والدك. دير بالك والدك ووالدتك، وعلي النذر إن شاء الله سأقبل أيادي كرار حسين الكربلائي. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا كنت محضر لك غير آية بس هذه للوالدين. فدوا لك يا حبيبي، موفق إن شاء الله. أحسنت بارك الله بك. الشعر اللي اختاريته بعد من أرقى الشعراء اللي موجودين عندنا بالعراق، وهو الشاعر كرار حسين الكربلاء أبو كمال. تحياتي إلى اللي وقف وياي بكل شيء، من لحن، من كلمات، من أداء، من يعني قرالي الكلمات. أشكره جدا بأنه الشكر مالي ما ينوصف صراحة.